لما ابتدت أسطورة جبل الحلال في سينا، كان الضابط اللي يطلع مأمورية هناك بيعمل حسابه إنه مش راجع غالبا، والوضع كان مرعب. لكن في ضابط عمليات خاصة هو اللي طلب يشارك في مداهمات جبل الحلال. ولما القائد بتاعه سأله عايز تروح سينا ليه، رد وقال له الشهادة بتنهدي عليا يا فندم. والضابط هو النقيب شادي مجدي، وبالفعل راح سينا وطلع مداهمة واتنين وتلاتة لجبل الحلال. وكل اللي حواليه كانوا خايفين عليه، بس قال لهم عمر الشقي بقي لحد ما الإرهابيين فجروا المدرعة بتاعته، وربنا نجاه واتصاب بشظية في العمود الفقري. وما رجع القاهرة، والده اللواء مجدي بدر بقى يقول له بالراحة على نفسك يا شادي، بلاش تخاطر بالشكل ده. والبطل كان يرد وهو بيضحك يا بابا بدور على الشهادة. وهو كان كده فعلا، ويدوب خلص مهمته في سينا طلع على بورسعيد عشان يشارك في مداهمات مهمة للعمليات الخاصة. وفي عملية من العمليات دي خد طلق ناري في فخده، ويومها قال لصاحبه الرائد وائل بديع أنا كده قربت. والكلام ده كان في يوليو 2013. وفي الفترة دي اعتصامات الإخوان كانت موجودة في رابعة والنهضة، وبعد ما فشلت كل المحاولات عشان الموضوع ينتهي سلميا، كان لازم قوات الأمن تفض التجمع المسلح. وشادي كان واحد من الأبطال اللي اتكلفوا بالمهمة. وليلة الفض وتحديدا يوم 13 أغسطس راح عشان يتعشى مع باباه ومامته، وبعد الأكل قال لهم إن بكرة عنده مأمورية في رابعة. ورغم القلق محدش فيهم فكر يمنعه. والصبح اللواء مجدي بدر اتصل بشادي أول ما صحي من النوم عشان يطمن عليه، وابنه رد عليه، لكن بعد ثواني الخط اتقطع. بابا بدأ يقلق وفتح التلفزيون وشاف الإخوان بيضربوا رصاص، وما كانش يعرف إن رصاصة من دول هتيجي في ابنه. والحكاية ابتدت لما رجالة العمليات الخاصة دخلوا جوه الاعتصام، وقناصة الإخوان ضربوا نار من فوق العمارات، وشادي اصطاد منهم واحد وزمايله قاموا بالباقي. بس فجأة النقيب شادي مجدي شاف مجند واقع على الأرض، فقرر يتحرك عشان ينقذه. ورغم إن المجازفة ممكن تكلفه حياته مع وجود القناصة دول، اتحرك ومخافش وشال المجند على كتفه. لكن لسه بيتحرك خد رصاصة في دماغه من الإخوان واستشهد عشان يبقى أول شهدائنا في فض الاعتصام. ومات شادي وهو رافع صباعه وناطق الشهادة، وساب زوجة وبنت صغيرة اسمها فريدة عندها 5 سنين. وبعد استشهاده حياة باباه ومامته بقت من غير طعم، وخصوصا إن ما عندهمش غيره هو وأخوه هيثم اللي أصغر منه ب7 سنين. وبيقول اللواء مجدي بدر شادي كان صديقي الوحيد في الدنيا وابني البكري، ومن ساعة استشهاده وحياتي عبارة عن أحزان متكررة كل يوم. ما بخرجش من البيت إلا في أحوال نادرة جدا، وباكل عشان